جولة جديدة من قناتكم جولتنا اليوم في شارع ملك حفني من حي فيكتوريا إلى حي سيدي بشر، بدايته من فيكتوريا مرورا بالسيدي بشر ولعصافرة حتى المنظرة موازٍ لسكة حديد قطار أبو قير. وتعود تسمية الشارع إلى الأديبة المصرية ملك حفني الناصف، ابنة الشاعر حفني ناصر القاضي، المولودة في القاهرة في 25 ديسمبر 1886 مترا، التي عرفت بثقافتها الواسعة ومعظم كتاباتها كانت تدور حول تربية البنات وتوجيه النساء ومشاكل الأسرة، وكانت داعية للإصلاح الاجتماعي وإنصاف المرأة ومنحها جميع حقوقها والمساواة بينها وبين الرجل. وملكة حفني أول فتاة مصرية تحصل على الابتدائية سنة 1900، وكانت تجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية. أصيبت بمرض الحمى وتوفيت في 17 أكتوبر 1918 في الفيوم، التي تزوجت فيها وعاشت فيها حتى وفاتها.